السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل صينية البسبوسة زي ما انتم شايفين، جميلة وبتلمع وطعمها تحفة في الاخر. اول قطعها دايبة بقى كده ومرملة وجميلة. خشوا بقى، ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير وكده. هنخش بقى نشوف هنعملها ازاي. شايفين مرملة ازاي وجميلة. معايا نص كيلو دقيق، 3 كوبايات، 3 كوبايات دقيق. تقسموا لنا، ما تحطيه على ايدي كده ما يبقاش فيه دقيق، يبقى ايه الدقيق ده كويس. حطيت معلقتين جوز الهند وباكو فانيليا ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، كوبايه سكر، كوبايه الا ربع سمنه، سمنه بلدي، استحسن تكون بلدي. واقلب السمنه على السكر على الدقيق، المكونات كلها على بعضها. واهم هقلب بقى بالمعلقه شويه، واقلب ايه بايدي عشان ادمج الدقيق مع السمنه. عامل زي بيبقى عامل زي الرمل المبلول كده، عشان اشرب كل حبات دقيق السمنه. معايا خلصت شربت السمنه للدقيق السمولينا. ومعايا كوبايه لبن، وبقلبها كده بالراحه عشان ايه ما تعيش ولا تحجرش. قلبت المكونات كلها مع بعضها، السمنه والدقيق واللبن. دي السمولينا. معايا صينيه مسحها كده بالسمنه، عايزاها سمنه. وحطيت المكونات، انا ما زودتش في السوائل برضه عشان تبقى ايه كويسه. انا اللبن مدفياه والسمنه مدفياه ومفككاه، يا دوب اللبن دافي والسمنه دافيه. وحطيتهم في الصينيه وبسويها كده بالراحه، انتوا شايفين بتتسوى ازاي. ودلوقتي حطيتها على الرخامه، ضربتها كام ضربه كده عشان الوش يستوى. واقطعها برضو كده بالسكينه، اعلم عليها كده عشان بالسكينه بالراحه كده ايه. علمت عليها. معايا دلوقتي بندق، حطيت سويت على وشها كده البندق. وممكن تعمليها من غير مكسرات خالص، ممكن تعمليها من غير مكسرات. لو عندك بندق حطي، لو عندك سوداني حطي، اي حاجه متوفره عندك حطيها. ممكن تعمليها من غير حاجه، ساده خالص. حطيتها في الفرن، شغلت الفرن على درجه حراره 200، حطيتها في الرف التاني من تحت. ولما استوت حطيتها شغلت الشوايه. لما الحروف استوت كده من الجنب حطيتها في الشوايه، شغلت الشوايه. دلوقتي حطيت كوبايتين سكر، وكوبايتين ميه، ومعلقتين عسل كلوكوز، معلقتين كبار عسل كلوكوز، عصرة ليمونة. دلوقتي انا حطيتها على النار، هتقعد على النار 10 دقايق. وقلبت بالراحة كده في السكر عشان ادوب معلقتين العسل الجلوكوز. طبعا من النار هيدوبوا. طلعت البسبوسة، معايا عسل الشربات بتاع البسبوسة. حطيت كيس فانيليا، معلقة سمنة بلدي، يستحسن تكون بلدي. ويستحسن تحط لها معلقتين عسل كلوكوز. هو عسل كلوكوز عامل اساسي للبسبوسة، بيخليها تتماسك، بيديها لمعة كده وبيخليها تتماسك. وكمان ما بيسكرش العسل. دلوقتي سقيت البسبوسة، شايفين بتشرب ازاي. دلوقتي بعد 10 دقايق غطيت عليها، سقيتها ورحت موطيها عليها 10 دقايق. سبتها لما هديت شويه، بس هما ايه ما صبرتش لما تبرد يعني، قطعتها.
ممكن تحطيها في التلاجة شوية وتقطعيها لو مستعجلة عليها وكده، عشان الحتة تبقى متساوية. دلوقتي بقى هنقطع البسبوسة. هي اول حتة بقى ايه، اول خلطة دي بتبقى ايه مش متساوية، وبعدين سخنة يعني لسه ما ايه ما هديتش، دايبة خالص ومرملة وجميلة. تاني حتة اهي، شايفين مرملة ازاي وجميلة ازاي، طرية بقى. طرية هي مرملة وشاربة العسل ومش معيشة ولا ناشفة ولا محجرة وكده. المقادير صح وحلو. يلا لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لي في المشاركة وتشيروا الفيديو لكل حبايبكم، وتكتبوا لي بقى في التعليقات انتوا منين وبتشوفوا لي من انهي بلد. يلا لو عجبكم بقى الفيديو وشوفوا بقى الفيديوهات التانية اللي انا عاملاها. يلا لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.